نفسك تحلي وعايزه حلو تحلي بيه من غير فرن؟ جربي كريمه بسكوت الاوريو مع صوص الشوكولاته، كوبايات رهيبه. هاتي كام كيس بسكوت اوريو، يعني عايزين كده 16 بسكوته. افتحيها نصين وطلعي الكريمه في طبق صغير، واركني الكريمه على جنب، وهاتي البسكوت حطيه في الكبه وافرميه فرمه خشنه. اقسمي البسكوت نصين، والنص اللي في الكبه حطيله معلقتين زبده، وارجعي افرميه فرمه ناعمه، وزعيه في الكوبايات وسويه. وبعد كده هاتي كوبايه بودره كريم شانتيه خام اللي هي بدون سكر، وحطي لها كوبايه الا ربع ميه متلجه واخفقيها. بعد كده انزلي بالكريمه ونص كوبايه ميه متلجه، وارجعي اخفقيها. كده الكريمه بقت جاهزه معانا. هاتي نص كميه البسكوت الخشنه وحطيها على الكريمه وقلبيها، وفي كيس الحلواني حطيها، وفي الكوبايات وزعيها. وهاتي نص كوبايه حليب سخن جدا عليه نص كوبايه شوكولاته مبشوره ومعلقتين زيت وقلبيهم. كده بقى عندنا صوص الشوكولاته الرهيب. وزعيه على الكوبايات وزيني بالبسكوته، وكلي احلى كريمه اوريو بالشوكولاته. احلى حاجه في الصيف، حلو سهل وسريع، في 5 دقايق هتحضريه البسكوت والكريمه والشوكولاته. في الاول كده نجيب البسكوت الساده نطحن شويه ونسيب شويه مكسرين، و200 جرام شوكولاته عليهم، كوبايه كبيره حليب سخن، ونقلب لحد الشوكولاته ما تدوب، وكوبايه بودره كريم شانتيه خام. هنحط عليها كوبايتين ميه متلجه واربع معالق سكر، ونخفق ونقسم الكريمه نصين. النص الاول هننزل عليه شويه بصوص الشوكولاته وشويه من البسكوت المطحون، والنص التاني هنحط عليه شويه من البارميسير، او ممكن نستغنى عنه عادي. ونقلب الاتنين مع بعض، وبكده بقى عندنا كريمة شوكولاتة وكريمة بيضة بالفارميسيل. نحط الاتنين في كيس حلواني، ونجيب الكوبايات او البولات الصغيرة، وحطي بقى طبقات زي ما انت عايزة، شوية من صوص الشوكولاتة وشوية من كريمة الشوكولاتة والكريمة البيضة وشوية بسكوت مطحون على بسكوت مكسر على كام واحدة بسكوتة لوتس لو عندك، واقفلي من فوق بصوص الشوكولاته، وكلي احلى كوبايات سعاده في الصيف. تعالى اقولك على تحليه سهله وسريعه مش هتاخد منك وقت، علشان تعمليها يا دوب في 3 4 دقايق وبس، من غير فرن ومن غير ما تضيعي وقت. في الاول كده هاتي كوبايه لبن ومكعبين شوكولاته خام وارفعيهم على نار هاديه، وهاتي كوبايتين ميه متلجه ونص كوبايه سكر وكوبايه بودره كريم شانتيه خام، وشغلي العجان او المضرب الكهرباء. وهاتي 3 اكياس بسكوت اوريو او بوريو، حطيهم في الكيس ودقي عليهم لحد ما تفتفتيهم. لو عندك حتة كيكة بايتة سواء اسفنج او كيكة عادية هاتيها وفتفتيها، ولو ما عندكيش اشتري كيسين كيكة من اي مكان وبرضه فتفتيها. وارجعي للكريمة بعد ما تخفقيها، انزلي عليها بالكيكة ونص كمية البسكوت اللي فتفتيها، وكلهم مع بعض قلبيهم وحطيهم في كيس حلواني او كيس عادي. هاتي الكاسات او البولات وامليها، وارجعي للشوكولاته والحليب بعد ما تسيحيها، حطي معلقتين كريمه عليها وقلبيها، وارجعي على وش الكاسات وزعيها، ونص كميه البسكوت اللي سبتيها على الوش رشيها، وكلي احلى تحليه. تعالي لما اوريكي بعمل جاتو الكوبايات ازاي، بس في الكوبايات هتزينيه، لا ده انت الكيك نفسه في الكوبايات هتسويه. في الاول كده هتجيبي كوبايه الا ربع دقيق، وتزوديها ب3 معالق كبار كاكاو خام ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وتنخليهم كويس. بعد كده هنحتاج بيضتين ونص كوبايه سكر ومعلقه صغيره فانيليا سايله، ونقلب، وربع كوبايه زيت عليهم ونقلب، وننزل بالدقيق والكاكاو ونقلب، واخر حاجه نص كوبايه لبن سخن بيغلي ونقلب، ونفضي الخليط في 4 كوبايات من مج الشاي الازاز، ونسخن الحلة 5 دقايق وهي متغطية وجواها الشبكة على نار وسط. بعد كده نشيل الغطا ونحط المجات ونسيبها تلت ساعة على نار وسط. بعد كده نخلي النار أقل من وسط ونسيبها تلت ساعة كمان، يعني 40 دقيقة والكيك هيستوي. بعد كده نعمل موس الشوكولاتة بكوباية مية ساقعة، نص كوباية سكر وكوباية بودرة موس شوكولاتة، ونخفق كويس. ممكن نبدله بالكريم شانتيه، ولما يبرد الكيك هنقطعه شرايح ونزين بالشكل ده طبقة موس شوكولاتة وطبقة كيك، وكلي أحلى جاتوه في البيت.